اخيرا رحت اجدد ملاهي لسه فاتحه جديد في مصر، وبجد قضيت فيها يوم لذيذ ومختلف جدا مع صحابي. مش هبالغ لو قلت لكم ان ده واحد من احلى الايام اللي قضيتها، وبما اننا داخلين على الصيف والاجازات فانتوا لازم تروحوها. فتعالوا كده احكي لكم عملت ايه هناك. وهي الملاهي والمفاجاه بقى ان انتوا هتلاقوها على وفرها، سعر التيكت ب 395 بدل 575، وبجد هتلاقوا العاب كتيره قوي هناك. واحلى حاجه كمان ان معظم الالعاب الصعبه اللي احنا عارفينها هتلاقوها هناك. بدانا باكتر لعبه قريبه لقلبي وهي سفينه نوح، وبجد مهما لعبتها مستحيل ازهق منها. تاني واحده السلسله او التورنيدو، هي تبان ان هي صعبه بس بجد ممتعه جدا، وبتشوفوا منها البارك كلها من فوق. وطبعا لعبنا الصاروخ، واحلى حاجه بجد ان السيفتي هناك عاليه جدا، وانا مش عارفه ازاي بس المكان مش زحمه قوي، وكانت اول مره ليا اشوف اللعبه دي، وبجد لو رحتوا لازم تجربوها. وهتلاقوا كمان لعب كتير تنفع للاطفال، ولو انت قلبك ميت بقى فانت لازم تجرب الديسكفري دي هي وقطر الموت. ولسه في لعب كتير تانية زي مثلا بيت الرعب ده والعربيات، وبجد المكان ما يقلش في حلاوته بالليل عن الصبح. وفي كمان سكيتنج واللي بجد من احلى الحاجات، ومبنى كبير جدا للاركيد. وختمنا اليوم بالعاب الكرنفال، وبجد كانت اول مره في حياتي اكسب فيها. وبس كده.